بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وأحبائي الكرام، أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع بورتو سبورت نيوز، قبل كل شيء وقبل البداية في أحداث المباراة ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي وفاة الزميل العزيز والأخ الأكبر وحبيب الجميع وصاحب القلب الطيب، ابن بورسعيد الباسلة وعاشق النادي المصري البورسعيدي، الكابتن محمد غندر. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون. كما ننعي وفاة الكابتن ماجد عبد الله، ونتمنى أن يجعل الله مرضه وألمه في ميزان حسناته. ندخل في أحداث المباراة أعزائي المتابعين. النهاردة عندنا مباراة من مباريات الجولة ال18 لمنافسات المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث. الرباط والأنوار يستضيف ضيفه الصعب نادي الشرقية في إطار مباريات الجولة 18، وأهم مباراة في مباريات الجولة 18 اللي بتجمع الرباط والأنوار مع نادي الشرقية. الرباط والأنوار تحت قيادة الكابتن إبراهيم العربي، أحمد العربي في حراسة المرمى، وتشكيل 4-2-3-1. ناحية اليمين محمد لطفي، ناحية الشمال عبد الواحد إبراهيم، وقلبي الدفاع أحمد خالد ناسا ومجدي مندو. ثنائي نص الملعب عمر شحاتة وأحمد عبد السلام مودي، أمامهم اللاعب محمد شعبان البلة في مركز اللاعب رقم 10. ناحية اليمين محمود الخميسي، ناحية الشمال كريم طه الشبل، وفي الأمام أحمد نصر. على الصعيد الآخر بيبدأ المخضرم كابتن محمد عبد الرحمن بتشكيل 5-3-2. في حراسة المرمى أحمد الشربيني، ثلاثي قلب الدفاع محمد بلحة ومحمد إسماعيل وأحمد صقر. ناحية اليمين كريم ناصر، ناحية الشمال أحمد شكوكو، وثلاثي نص الملعب عمر فتحي ومحمد عاطف وعصام عادل، وثنائي الهجوم أحمد بلو وسيد مصطفى. مباراة مرتقبة، مباراة مهمة لكلا الفريقين. نادي الشرقية في وصافة جدول الترتيب في المركز الثاني برصيد 35 نقطة، يساوي نادي المريخ البورسعيدي، والرباط والأنوار في المركز الخامس برصيد 20 نقطة. ودقيقة حداد على روح المرحوم والمغفور له بإذن الله تعالى الكابتن محمد غندر. دقيقة حداد على روح الإعلامي الكبير الكابتن محمد غندر، رحمة الله عليه وأسكن الله فسيح جناته، ونسأل الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. تحكيم النهاردة من منطقة المنوفية، حكم ساحة الكابتن السيد منير حكم دوري ممتاز، ومساعد أول الكابتن ماجد مرسي، يعاونه مساعد ثاني الكابتن أحمد نبيل. البداية مع نادي الرباط والأنوار على يمين الشاشة لحضراتكم بالزي الأحمر الكامل، وعلى يسار الشاشة نادي الشرقية بالزي الأخضر في الشبل على تنفيذ الضربة الحرة طويلة وعالية جوه المنطقة، ولكن تقابل أحمد شكوكو اللي بيخرجها ناحية الشمال عشان توصل لمحمد عاطف، يقابلها مجدي مندو مرة تانية لشعبان البلة قدام مساحة البلة تصويبة السيد مصطفى، ولكن يقابلها ويعمل التغطية العكسية بشكل مميز محمد لطفي. الشبل وقفها بشكل خاطئ، توصل عند كريم ناصر دخل في العمق، كريم ناصر ولكن دخل في الكرة عمر شحاتة بشكل مميز. عصام عادل ضربة ركنية طويلة جوه المنطقة، ولكن أحمد العربي يمسك الكرة بثبات كبير، يربط مع سام مصطفى حلو عند كريم ناصر ناحية اليمين، هجمة منظمة كريم ولكن زودها كريم ناصر، كان ممكن يعمل عرضيه من تاني لمسه بالظبط الكريم، ما خدش فاول. مره تاني سام مصطفى عند احمد بلو، سام مصطفى يتعامل بشماله، سام مصطفى تصويب بشماله، ولكن حلوه التصدي من احمد العربي بعد كوره خطيره من عمر، حافظ على كورته مره تانية حلوه تتلعب جوه المنطقه عند احمد صقر، عرضيه جوه المنطقه ولكن ابعاد دفاعي من جانب محمد لطفي. عمر شحاته يا ولد اللعيب عند شعبان البلة، ولكن من امامه كريم ناصر يربط مع عمر شحاته، ولكن امامهم عصام عادل اخذ الكره ولعبها في المساحه عند كريم ناصر، ولكن خروج في الزمان والمكان المظبوطين بالنسبه لحارس احمد شكوكو ناحيه الشمال. شكوكو يدخل نفسه جوه الزحمه وتخدمه الكره وتروح عند احمد بلو، ولكن احمد خالد ناسا عامل العمق الدفاعي ورا مجدي مندو بشكل مميز، ويخرج الكره الى رمي نتيجه سلبيه. وما شفناش غير كره هنا وكره هناك، يعني كره محمد شعبان البلة وكره سيد مصطفى.
سلم ناحيه اليمين عند محمود الخميسي وتحرك له لطفي. الخميسي عمل عرضيه من بدري قوي عند احمد صقر. استلمها كريم الشبل. كريم واقف تحت رجله كريم الشبل. 1 على 1 وسع نفسه كريم وتصويبه، ولكن تدخل من جانب عمر فتحي لعصام عادل. احمد بالو يا ولد لعيب، استلام بدوران. احمد بالو يدخل عمق. احمد بالو لسه محافظ على كورته. احمد بالو عدى من الاول وعدى من الثاني. احمد بالو قدامه الثالث، عدى من الثالث ولكن زودها وظهر قدامه مودي. محمد عاطف مره ثانيه لعصام عادل على حدود منطقه الجزاء. عصام ولكن تصويبه بجانب القائم الاسماعيل. خلاص كابتن سيد منير بيبص في ساعته، وفي هذه اللحظات بالفعل يطلق الكابتن سيد منير صافره نهايه الشوط الاول معلنا التعادل السلبي بين الفريقين. عودة من جديد اصدقائي واحبائي الكرام اعزائي مشاهدي ومتابعي لاحداث الشوط الثاني من مباراه نادي الرباط الانوار ونادي الشرقيه. بعد شوط اول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، سيطر فيه كلا الفريقين على مجريات المباراه ولكن لم ينجحوا بالتسجيل. مره ثانيه شكوكو عاوز يعدي يا ولد اللعيب، عدى وسلم جوه المنطقه عند احمد بالو. شكوكو بيمينه بالعكسيه ولكن ضعيفه، توصل سهله عند الحارس احمد بالو. لسام مصطفى هجمه مرتده لصالح نادي الشرقيه. بالو يسلم ناحيه اليمين عند كريم ناصر الى السيد مصطفى الخطير. السيد مصطفى ولكن محمد لطفي في التايمنج المظبوط يخرج الكره لضربه ركنيه. واللاعب الخطير عصام عادل. عصام ركنيه جوه منطقه راسيه بارضيه من جانب السيد مصطفى، ولكن احمد العربي بردة فعل سريعه جدا وسط دربكه دفاعيه من دفاعات نادي الرباط والانوار. شتت واحده عند عمر فتحي المقاتل. عمر فتحي لطفي تشتيت كده هنا عند احمد نصر وهنا عند اسماعيل يرجع بثبات كبير، ولكن الاحمد الشربيني مره ثانيه. عصام عادل لمحمد اسماعيل خبطت كده في احمد خالد ناسا ومطالبه بضربه جزاء، ولكن الحكم يشير باستمرار اللعب. محمد شعبان البله ينقل وجهه اللعب ناحيه اليمين عند احمد نصر ولكن يا ولد يا بلح محمد بلحها بشراسه كبيره وقتاليه كبيره. احمد صقر لكريم ناصر احد ابرز عناصر نادي الشرقيه. كريم ناصر يعمل عرضيه على القائم البعيد ولكن طلع احمد العربي من اعلى نقطه ومسك كورته بشكل مميز. عبد الواحد ابراهيم يرجع غلط في الكره عبد الواحد ابراهيم الى كريم ناصر. ولكن يستعيدها مره ثانيه عبد الواحد ابراهيم. لعب بالنار كده في الكره اللي فاتت عبد الواحد ابراهيم وكان ممكن يستغلها كريم ناصر. مره ثانيه كريم ناصر ناحيه اليمين يعمل عرضيه جوه المنطقه عن سام مصطفى، ولكن احمد خالد ناسا يخرج الكوره الى ضرب ركنيه لصالح فريق الشرقيه. الى احمد صقر لاحمد بالو لاحمد صقر. عمل مشوار من ناحيه اليمين احمد صقر ولكن مجدي مندو يا ولد اللعيب يخرج الكوره بثبات وعقل كبير. بعد استئناف المباراه احمد الشربيني يسلم واحده عند محمد بلحه. عمل الضغط السيد ربيع. غلط الشربيني في الاستلام. غلط لاحمد نصر يعليها جوه المنطقه عند السيد ربيع. يستلم السيد ربيع. اتاخر السيد ربيع ورفض الهديه. محمود انيس بندق يا ولد لعيب شكوكو يسلم عند بندق. محمود انيس بوش رجله خارجي كده طويله وجوه المنطقه لكن يبعدها مجدي مندو. بيعمل مشوار ناحيه الشمال يربط مع السيد ربيع اللي دخل العمق. السيد ربيع قدامه مساحه. السيد ربيع وتصويبه ولكن سهله حاجه عنده، ولكن كابتن محمد عبد الرحمن بيحييه. محمود زكريا طويله وعاليه جوه المنطقه واحمد الشربيني كده. شوف يعني ثلاثي الهجوم اللي كان بادئ الكابتن ابراهيم العربي اتغير تماما، نزل مكانه عمرو علاء والسيد ربيع ومحمود زكريا. باقي الخميسي اللي بيسلمها ناحيه الشمال عند السيد ربيع. يقف على كورته. ربيع 1 على 1. السيد ربيع يرجع مره ثانيه عند محمود الخميسي يعمل عرضيه جوه المنطقه عند عمرو علاء اللي ما عملش التيك اوف وراحت الكوره الى خطا لصالح نادي الشرقيه. الى بندق محمود انيس يا ولد اللعيب يعدي محمود انيس ويعمل عرضيه جوه المنطقه. ابعاد خاطئ. السيد مصطفى وتصويبه ولكن بطيئه وضعيفه وسهله جدا على مرمى احمد العربي. طالبه طبعا من جانب الجهاز الفني لضرب الجزاء، ولكن كره عند فيكتور. هجمه مرتده فيكتور النيجيري، ولكن احمد خالد ناسا صخره الرباط. محمود انيس يرجع لعصام عادل مره ثانيه. عصام بدون رقابه تماما. محمد عاطف وتصويبه. عصام عادل. احمد شكوكو يلعب واحده طويله وعاليه جوه المنطقه، ولكن احمد العربي بثبات كبير يمسك. ضربه حره لصالح الشرقيه. عصام عادل طويله وعاليه جوه المنطقه راسيه من جانب فيكتور. احمد العربي يوقع قلوب انصار الرباط والانوار، ولكن يمسك الكره على مرتين. توصل الكره عند عبد الواحد ابراهيم. اخذها من منتصف عبد الواحد ابراهيم وعمل مشوار. يسلم عند عمرو علاء للسيد ربيع. السيد ربيع عايز يلمس. السيد ربيع مش ممكن. السيد ربيع في الدقيقه الثانيه من عمر الوقت بدل الضايع. ضربه ركنيه لعمرو علاء مره ثانيه وضربه جزاء.
ضربة جزاء بيشير ليها الكابتن سيد منير لصالح نادي الرباط والأنوار. ضربة جزاء لصالح نادي الرباط والأنوار في وقت صعب ووقت قاسي جدا على نادي الشرقية، في ظل بحثهم عن هدف الأول وتخليص المباراة يظهر لهم ضربة جزاء من العدم. منير وجه لوجه مع احمد الشربيني. منير ابراهيم والهدف الاول للرباط والانوار عن طريق الخطير منير ابراهيم، يسجل هدف في الدقيقه 93 ويرجع الثقه مره ثانيه لصالح نادي الرباط والانوار، والنتيجه 1 الرباط والانوار 0 نادي الشرقيه. محمد لطفي ورمي التماس، كارت اصفر لمحمد لطفي المشاكس محمد لطفي، يعني في اخر دقايق المباراه المشاكس محمد لطفي. مشاجره بين الجماهير وبين الجهاز الفني نادي الشرقيه والاعصاب مشدوده للغايه. السيد ربيع واقف على كورته، السيد ربيع الى محمود زكريا الزيكو دخل عمق الزيكو، عدى الزيكو هيصوب الزيكو، تصويبه. هو ده زكريا، هو ده محمود زكريا، مش ممكن. لعيب كبير قوي يا جماعه والله، زي ما قلت لكم لعيب كبير قوي، لعيب عنده الكوره، بيفكرنا ان لسه فيها حاجه حلوه. وفي هذه اللحظات يطلق الحكم كابتن سيد منير صافره نهايه المباراه، معلنا فوز غالي وصعب لنادي الرباط والانوار على الشرقيه بهدف سجله منير الدسوقي من ضربه جزاء في الدقيقه 93. بهذه النتيجه ارتفع رصيد الرباط والانوار الى النقطه 23 ويتجمد رصيد نادي الشرقيه عند النقطه 35. مبروك لفريق الرباط والانوار، وهارد لك قاسيه وكبيره لفريق الشرقيه. كنا معكم على مدار 90 دقيقه، نقلنا لحضراتكم وغطيناها لهذه المباراه من موقع بورتو سبورت نيوز. كابتن احمد يوشع وحده فيديو، وكابتن محمد علاء فوتوغرافر، وتحت قياده الكابتن عمرو عمار رئيس موقع بورتو سبورت نيوز. وفي النهايه لا يسعني الا شكر حضراتكم على حسن الاستماع والمشاهده. تقبلوا كامل تحياتي، المعلق الرياضي محمود باشا. استنى بقول لك يا عالمي صورة بعد اذنك، احنا الثلاثة معلش.